كل علاقاتك الفاشلة ليها سبب واحد، وأنا كنت آخر واحد يكتشفه. النهاردة هحكي لك إزاي كتاب واحد كشف لي سر ما كنتش أعرفه طول حياتي. Attached لأمير ليفن. الكتاب ده مش بس شرح لي ليه كل علاقاتي كانت بتفشل، ده كمان وراني الباترن اللي كنت بكرره من غير ما أحس. وصدقني لو فهمت اللي هقوله لك النهاردة هتفهم نفسك وهتفهم كل الناس اللي حواليك بشكل مختلف تماما. الكتاب بيقول إن في 3 أنماط تعلق أساسية. النمط الأول اللي هو النمط القلق، ده الشخص اللي دايما خايف من الهجر، خايف من الرفض، ومحتاج طمأنينة مستمرة. وأنا لقيت نفسي في كل كلمة. النمط التاني المتجنب، ده الشخص اللي بيهرب من القرب وبيحب استقلاليته وبيخاف من الالتزام وبيحس ان العلاقات مقيدة. النمط التالت اللي هو الآمن، ده الشخص اللي مرتاح، مش خايف، مش بيهرب، بيقدر يحب وبيقدر يحب بشكل صحي. والمشكلة ان القلق دايما بينجذب للمتجنب، لان القلق بيدور على حد يطمنه، والمتجنب بيدور على حد يسيبه في حاله. وده بيخلق حاجة اسمها دايرة الجهنمية، التوكسيك دانس اللي ما بتنتهيش. لما قريت الكتاب حسيت اني بتفرج على فيلم عن حياتي. كل علاقة دخلتها كنت القلق، كنت بدور على الطمأنينة من بره، كنت عايز حد يقول لي كفاية، وطبعا كنت دايما بختار التجنب. الكتاب علمني ان المشكلة مش في الناس اللي اخترتهم، المشكلة كانت فيا أنا، في إني كنت بدور على الفاليديتيشن من حد تاني بدل ما أديها لنفسي. ومن ساعتها بدأت أشتغل على نفسي، مش عشان أبقى آمن في يوم وليلة، لكن عشان أفهم ليه بتصرف كده، وده أول خطوة حقيقية للتغيير. طيب إيه اللي ممكن تاخده من الكتاب ده؟ أولا، اعرف نمط التعلق بتاعك، مش عشان تحكم على نفسك لكن عشان تفهم نفسك. ثانيا، ابعد عن التوكسيك دانس، لان انت لو قلقان ما تجريش ورا التجنب مهما كان جذاب، ولو متجنب اعترف انك بتهرب وابدأ تواجه مخاوفك. ثالثا، الامان مش هدية من السماء، ده شغل على نفسك، على جروحك، على انماطك، وكل يوم خطوة. كتاب اتاتشد علمني درس واحد كبير، انك مش محتاج حد يكلمك، انت محتاج تكمل نفسك. ولما تعمل كده هتلاقي العلاقات الصحية بتيجي من نفسها. لو قريت الكتاب شاركني ايه نمط التعلق بتاعك، ولو لسه ما تعرفش يبقى ده وقتك. ولو عايز تناقش الكتاب اكتر تعال على جروب الواتساب سباركس سكوير، هناك بنشارك قصصنا وبنتعلم من بعضنا البعض. وما تنساش تدوس سبسكرايب عشان الرحلة لسه طويلة. كان معاكم في التعليق الصوتي عبد الرحمن خلف، وفي المونتاج والإخراج عبد الرحمن عيد. نشوفكم في الفيديو اللي جاي.